أهلًا بيكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، جاية لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل النهارده مع بعض كيكة الزبادي. هاجيب الخلاط وهاحط فيه بيضتين، عدد 2 بيضة وممكن تحطي 3 براحتك. هنعمل بيضتين وبعد كده هنحط عليهم كيس من الفانيليا، وهاحط عليهم كمان كوباية من السكر ومعلقة من الخل. يبقى هنحط بيضتين أو 3، هنحط كيس فانيليا، معلقة من الخل، وكوباية من السكر. هنضربهم الأول مع بعض في الخلاط علشان ننعم السكر ويعمل معايا فوم. وهاحط ذرة من الملح. ولو انت أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تختاروا الكل، وحطوا لايك واكتبوا كومنت حلو زيكم. وبعد كده بعد ما ضربت البيض والسكر مع بعض هنزل بكوباية من الزبادي، ومعايا كوباية إلا ربع زيت على سمنة وممكن زيت بس. هاضربهم برضه كده مع بعض الزيت والسمنة، يعني السمنة على زيت الزبادي. خلاص كده ضربتهم لمّا السكر نِعِم. هاجيب معايا كوبايتين ونُص من الدقيق وهانخلهم كويس جدًا، وبعد كده هانزل عليهم بالخليط اللي في الخلاط، وهاقلّب كلّه في اتجاه واحد لحد ما الخليط بتاعي يندمج. وهاحط كيس من الفانيليا. أنا هاحط كيس من البيكنج باودر. لو تاخدوا بالكم إن أنا حطيت البيكنج باودر في الآخر، لإن أنا لو كنت حطيته في الأول مع التقليب كانت الكيكة هتطلع معايا هابطة، فخلّي بالِك من النقطة دي. هاجيب بقى معايا صينية مدهونة سمنة أو زيت، وهانزل بقى بالخليط. لو حسيتِ إن الخليط بتاعِك تقيل أوي ومش عايز يتحرك، ممكن يعني إيه تحطي نُص كوباية مَيّة وتقلبي. أهم حاجة الخليط ما يبقاش معاكِ خفيف خالص، يبقى تقيل. هامسك الصينية بتاعتي هاخبطها خبطتين، وبعد كده هادخّلها الفرن. وكده بعد ما استوت، أولًا ما تحطيش الكيكة بتاعتِك على النار مباشرةً، لازم ترفعي الصاجة درجة. وأول ما تشمي ريحتها يبقى هي إيه، تروحي تبُصّي عليها، مش كل شوية تفتحي عليها، ما تفتحيش عليها خالص غير لمّا تشمي ريحتها. وكده الكيكة بتاعتي بُصّوا مرتفعة وببيضتين 2 بس، مش بكتر البيض يا جماعة. جرّبوها حلوة جدًا هتعجبكم. ومع السلامة، أشوفكم في فيديو جديد.